طبعا احنا النهاردة هنتكلم على درس في التاريخ، وهو اول درس عندنا في المنهج، وهو جولة في حياة المصري القديم. وهنتكلم في جولة في حياة المصري القديم على حاجة اسمها الحياة السياسية، الحياة الاقتصادية، الحياة الدينية، وهنتعرف عليها وانواع الديانات اللي كانت عند المصري القديم. هنتكلم عن الحياة الاجتماعية، احواله ايه الاجتماعية، عاداته وتقاليده. هنتكلم عن الحياة الفكرية، انواع الكتابة، الهيروغليفية، الهيراتيقية، الديموتيقية، وانواع الكتابات وهنتعرف عليها. وكان بيتكلم ايه وكان بيكتب بخطوط ايه، كل ده هنتعرف عليه في مظاهر الحياة المصرية القديمة. فبالتالي هنبدأ اول حاجة عندنا زي ما احنا شايفين، هنبدأ اول حاجة عندنا بحاجة اسمها الحياة السياسية. والحياة السياسية طبعا ليها دور بارز عندنا، وكذلك هيبقى في العصر الدولة القديمة. كل كلامي في عصر الدولة القديمة، والحياة الاقتصادية والحياة الدينية، وكذلك برضو الحياة الاجتماعية والحياة الفكرية زي ما قلنا. نبدأ نختار منهم اولا الحياة الاجتماعية ونبدأ نتكلم عنها. يعني على سبيل المثال مثلا لو جينا اتكلمنا عن الحياة الاجتماعية اللي هي اول حاجة عندنا، هنقول هي مجموعة من العادات والتقاليد التي كانت تتمسك بها طبقات الشعب المصري، سواء طبعا احنا عارفين عاداتنا وتقاليدنا. طبعا احنا الحياة الاوروبية طبعا ليها عاداتهم وتقاليدهم، احنا هنا في مصر لينا عاداتنا وتقاليدنا. فبقول لك هنا ايه هي الحياة الاجتماعية، هتقول لي هي مجموعة من العادات والتقاليد، مجموعة من العادات والايه والتقاليد. طيب العادات والتقاليد دي ممكن تكون زي ايه مثلا؟ على سبيل المثال مأكله، كان بياكل ايه زمان مصر القديم؟ ملبسه، انواع اللبس بتاعته، هل كان عنده قطن ولا كتان ولا حرير؟ ايه اللي كان بيستخدمه؟ هو اكيد الكتان طبعا، لان زمان ما كانش فيه قطن. المشرب بتاعه، انواع الشراب بتاعه ايه؟ يبقى المأكل والملبس والمشرب ده كله اللي هو المقصود بيه حاجة اسمها العادات والايه والتقاليد. يبقى هنا على بعض تاني نرجع تاني للسؤال، ما المقصود بكلمة الحياة الاجتماعية؟ اقول له هي مجموعة من العادات والتقاليد التي كانت تتمسك بها طبقات الشعب الايه المصري، سواء مأكل او ملبس او ايه او مشرب. طيب ننتقل لنقطة تانية، وهي طبقات المجتمع. المجتمع زمان كان بيتكون من مجموعة من الطبقات. على سبيل المثال مثلا هذه الطبقات زي ما احنا شايفين كده، تعالى نبص معانا على الهرم المجتمعي ده. هنا عندك ده الهرم الاجتماعي. اعلى طبقة عندنا في الهرم الاجتماعي او في مصر القديمة او في العصر الفرعوني هي الطبقة العليا. بعديها طبقة تانية اسمها طبقة كبار رجال الدولة. بعديها الطبقة الوسطى. بعديها طبقة العامة. وطبقة العامة دي طبعا دول افقر حال، يعني هم الفلاحين والعمال. الطبقة المتوسطة احسن حال من الطبقة العامة، ولكن اقل من الطبقة العليا وطبقة كبار رجال الدولة. اما الطبقة العليا اللي عندنا اكيد بتتمثل في الفرعون، ودي اعلى طبقة. يبقى المجتمع زمان اقدر اقول عليه، هل المجتمع المصري قديما عبارة عن مجتمع هرمي الشكل؟ هقول مجتمع هرمي الشكل، لانه بيتكون من 4 طبقات زي ما احنا شايفين. الطبقة العليا، طبقة كبار رجال الدولة، والطبقة الوسطى، وطبقة اسمها طبقة الايه العامة. زي ما احنا شايفين وقلنا ان المجتمع عبارة عن شكل هرمي، بيقول لك اهي ما المقصود بطبقات المجتمع؟ هي مجموعة من الافراد تجمعهم صفات ومصالح واهداف مشتركة، وما يوجد بينهم من ايه علاقات. تعال نشوف الافراد هي مين. اول حاجة المجتمع كان الفرعون واسرته زي ما احنا شايفين. 2 الوزراء وكبار رجال الكهنة وحكام الاقاليم، دي الطبقة الثانية. الطبقة الثالثة صغار الموظفين والتجار واصحاب الحرف. الطبقة الرابعة هم عمال الزراعة والرعاة. نقول تاني الكلام ده. يبقى المجتمع هنا انقسم عندي الى زي ما احنا قلنا، في طبقة دي الطبقة الاولى، في عندي كمان حاجة اسمها الطبقة الثانية، في حاجة تانية اسمها الطبقة الثالثة، في حاجة تانية اسمها الطبقة الرابعة. طب لو حد هنا يجيب لك مثلا سؤال ويقول لك سؤال بما تفسر المجتمع، يجي لي في الحتة دي سؤال بما تفسر، يقول لك مثلا ايه؟ المجتمع المصري انقسم الى مجموعة من الطبقات. الإجابة طبعا صح. طب انقسم، يقول لك اكمل كم طبقة؟ هقول له 4 طبقات، الفرعون والوزراء وصغار الموظفين وعمال الزراعة. يبقى المجتمع المصري يقول لك ايه؟ مجتمع هرمي الشكل
مجتمع هرمي الشكل، هقول له مجتمع هرمي الايه الشكل. واحنا زي ما احنا شايفين اتفرجنا طبعا هنا على المجتمع ازاي هرمي الايه الشكل. طيب ننتقل لنقطة تانية، وهي زي ما احنا شايفين هنتكلم على نبدأ نتكلم على طبقات المجتمع، ونبدأ ناخد حاجة تانية وهي الأسرة المصرية القديمة. الأسرة المصرية القديمة كانت بتتكون من أولا الأب زي ما احنا شايفين، الأب ومعاه الأم ومعاه الأبناء. وعلى فكرة الأب والأم والأبناء كل واحد منهم ليه حاجة اسمها حقوق وليه حاجة اسمها واجبات. طب ايه حقوق الأب؟ ايه حقه؟ حقه ان انت طبعا كطالب تطيعه. 2 تقدر والدك كويس جدا. الاحترام من الزوجة والابناء، يعني لازم الزوجة والابناء يحترموا ابوهم. يبقى الاب هنا ليه حقوق، ايه هي؟ الطاعة والتقدير والاحترام من الزوجة والابناء. طيب ايه واجبات الاب؟ هو رب الاسرة وراعيها. مين اللي بيرعاكوا؟ هو طبعا رب الاسرة اللي هو باباك. طب يوفر للاسرة ايه كمان؟ احتياجاتها. مين اللي بيوفر احتياجاتها؟ هو برضو الاب. يبقى الاب زي ما ليه حقوق ليه ايه هي؟ واجبات. طب الام ليها حاجة تانية، من حقها ان هي تورث، من حقها الشهادة، من حقها التعاقد، من حقها البيع، من حقها الشراء. يعني ممكن تشتري اي حاجة، تبيع بيت ليها او اي املاك. التعاقد يعني تتعاقد على شراء حاجة. الشهادة تشهد في المحكمة قدام القاضي. الوراثة ان هي تورث. وكذلك ليها واجبات طبعا معروفة. واجبات الام ايه طبعا؟ بالذات البنات عارفينها، الاشراف على شؤون البيت. هي طبعا الام لان الاب بيبقى مشغول. تربية الصغار، مين اللي بيربيك؟ هو برضو مامتك لان هي قاعدة معاك طول النهار في البيت. مساعدة زوجها في بعض الاعمال. على فكرة في الريف بيساعدوا هناك، الست بتساعد زوجها في العمل، فمساعدة زوجها طبعا في بعض الاعمال ده من الواجبات بتاعتها. اما الابناء، اولا واجب الاب حقوق الابن ان انت تعلمه وتأدب سلوكه طول ما انت قاعد، تنبهه وتديله نصايح. التربية الحسنة ان انت تربيه تربية كويسة. تعلم الاخلاق الطيبة زي ما باباك ومامتك كده بيعلموكوا الاخلاق، يبقى هي برضو ده واجب الابناء. يبقى حق الابناء هو ايه؟ تعلم الادب السلوك، التربية الحسنة، تعلم الايه؟ الاخلاق الطيبة. طيب واجباتك ايه؟ التفوق في الدراسة طبعا زي ما انتوا كده ما شاء الله عليكم متفوقين، نفس الكلام برضو التفوق في الدراسة. احترام الوالدين، لازم تحترمهم مش تنفض لهم. رعاية قبور الوالدين بعد الوفاة، يعني لازم بعد ما والدك ووالدتك يتوفوا لازم تروح ان انت ترعاهم طبعا وتزور القبر وتقرا لهم قرآن. مساعدتهم في الاعمال، لو تقدر ان انت تساعد والدك لازم برضو ايه؟ تساعده. يبقى انت هنا ليك واجبات، هو التفوق في الدراسة، احترام الوالدين، رعاية الايه؟ قبور الوالدين، دي حاجة، ومساعدتهم في الأعمال. طب لو جيت اتكلمت عن من العادات هناك زمان هو المسكن. مثلا على سبيل المثال مسكن قدماء المصريين، المساكن بتاعتهم بقدر أقسمها هنا إلى 3 حاجات. في مساكن فقراء، في مساكن أغنياء، في مساكن الفرعون. طيب مساكن الفقراء مثلا كانت تتميز مساكن بالإيه؟ بالبساطة، كلها كانت مساكن بسيطة، وكان تبنى كلها من الطوب اللبن. وعلى فكرة طوب اللبن اللي هو طينة على قش، يبدأوا يكوروها ويعملوها زي طوب أحمر. وكمان من طبقة كانت بتتكون من طابق واحد البيت بتاعهم، أو طابقين، أو حجرة واحدة بس، يعني ما كانش عندهم غير حجرة واحدة بس. يبقى تاني مساكن الفقراء كانت عبارة عن ايه؟ كانت تتميز مساكنهم بالبساطة، ان هي كانت بسيطة، وفي نفس الوقت كانت بتبنى من الطوب اللبن. وقلنا الطوب اللبن اللي هو الطوب الني، طينة. وكانت بتتكون من طابق واحد يعني دور واحد، او طبقتين يعني اقصى حاجة طابقين يعني دورين فوق بعض. وكان تخش البيت هو حجرة واحدة، عندهم حجرة واحدة بس. اما الاغنياء لا، ده عكس الفقراء، دي كانت اكثر اتساعا شوية. 2 يحيط بها الحدائق، تلاقي حواليها كده حديقة، حوالين البيت تلاقي في حديقة. جدرانها محلاة بالزخارف والنقوش، يعني عاملين في الحيطة في رسومات وفي نقوش وزخارف هناك. الفرعون لا، ده كان مضرب المثل
في العلو والاتساع والفخامه. لا ده المبنى بقى بتاع الفرعون ده كان حاجه ايه، حاجه كانوا بيضربوا بيه المثل، يقول لك ايه ده، بص مصنوع كله من الرخام، بص ارتفاعه قد ايه، بص الوسع بتاعه قد ايه، الفخامه بتاعته عامله ايه. فده كان الفرعون كان مضرب المثل في العلو والاتساع والايه والفخامه. يبقى انا كده اتكلمت عن الحياه الاجتماعيه. تاني هقول الكلام تاني، عرفنا ان المجتمع كان فيه طبقات، 4 طبقات، طبقه عليا وطبقه اللي هي الاولى والطبقه الثانيه والطبقه الثالثه والطبقه الرابعه. اذا المجتمع انقسم الى كم طبقه؟ 4 طبقات. ماشي. طب يقول لك المجتمع المصري قديما عباره عن مبنى هرمي الشكل. كان مبنى هرمي الايه الشكل على شكل هرم. النقطه اللي بعد كده يقول لك هو مين اللي كان عايش في المجتمع؟ هقول له المجتمع ده كان عايش فيه الاب وكانوا الام والابناء، كل منهم ليه حقوق وواجبات. هقول له ايوه الاب ليه حقوق واقول له ايه هي، وطبعا والام ليها حقوق وهقول له ايه هي، والابناء ليهم حقوق وهقول له ايه هي، وليهم واجبات الثلاثه برضه. طب يجي يقول لك هو مسكن المصري القديم كان مسكن واحد؟ اقول له لا ده كان 3 انواع، في مساكن فقراء، في مساكن اغنياء، في مساكن الفرعون. طب يقول لك سؤال تاني، يقول لك ايه هو مين اللي صنع المسكن اللي صنع من الطوب اللبن؟ يبقى على طول الاجابه الفقراء. طب مين المسكن اللي كان بيحاط بيه الحدائق؟ يبقى ده الاغنياء. مين اللي كان اكثر اتساع؟ الاغنياء. هتقول يا مستر طب ده اكثر اتساع، امال لو قال لي مين الاكثر فخامه؟ لا ده الفخامه ده هيبقى قصر الفرعون لانه كان يضرب به الايه المثل. طب مين المسكن اللي كان بيتكون من طابق واحد او طابقين وحجره واحده؟ يبقى ده برضو الايه الفقراء. زي ما احنا شايفين انا اتكلمت معاكم دلوقتي عن المسكن، هتكلم كمان عن حياتهم الاجتماعيه. كان عندهم حاجه اسمها ايه؟ كان عندهم حاجه اسمها الاساس. الاساس هو العفش، يعني العفش اللي موجود في البيت. اولا كانت المنازل مليئة بالوسائط والصناديق الخشبية، بالوسائل والصناديق الخشبية واواني الطعام. طيب المنزل بتاع مصر القديم كان مليء بالصناديق الخشبية. يعني ايه يا مستر وليد كلمة حاجة اسمها الصناديق الخشبية؟ اللي هي عبارة عن دولاب، بس زمان ما كانش بيسميه دولاب، احنا بنسميه دولاب. زمان كان بيقول عليه صندوق خشب يحط كل متعلقاته فيه. واواني الطعام، الاواني اللي كان بياكل فيها. معايا كده؟ طب سؤال، هل الاساس ده اختلف من بيت لبيت؟ اكيد طبعا بيت الفقراء غير بيت الاغنياء غير بيت الفرعون. فاذا اختلف فعلا الاساس من منزل. يبقى هنا ده سؤال ممكن يجي لك على سؤال صح وغلط، يقول لك هل اختلف الاساس من منزل لمنزل اخر على حسب ظروف المعيشه؟ طبعا حسب ظروف المعيشه، اللي هو فيه فقراء وفيه اغنياء وفيه مسكن الفرعون. طب زي ما احنا شايفين الملابس، زي ما انت شايف معايا ادي الملابس اهيت، ده اللبس بتاعهم. وعلى فكرة كان مصنوع من الكتان، لان زمان ما يعرفوش حاجة اسمها القطن. يبقى السؤال هنا يقول لك صح وغلط. عامة الشعب كانت تصنع ملابسها من القطن؟ هقول له غلط، كانت من الكتان. طب الاغنياء والفرعون يا مستر وليد كانوا بيلبسوا من الكتان؟ لا دول كانوا بيصنعوه من الحرير. طب يا مستر وليد هو الحرير ده كان موجود في مصر؟ لا للأسف، كنا بنستورده من سوريا. كنا بنروح سوريا وكان بيستوردوه، وبعد ما يجيبوا الحرير يصنعوا الملابس اللي انت شايفها ديت. وكانت تطرز لا بالذهب، لا تدرس كمان بالايه بالفضه، يعني يحطوا عليها ذهب او يحطوا عليها ايه فضه. يبقى انا هنا تاني عندي الملابس كانت عامة الشعب كانت تصنع من الكتان، والاغنياء طبعا والفرعون كانت تصنع من الحرير والمستورد ومن سوريا، وكانت تطرز بالذهب والايه والفضه. يجي لنا في الحته دي سؤال اكمل الفراغات. كانت ملابس القدماء المصريين تصنع من نقط؟ اقول له كتان. طب الاغنياء والفرعون كانوا تصنع من نقط؟ اقول له الحرير. طب الحرير ده كان مستورد منين؟ اقول له كان مستورد من سوريا. طب سؤال، الملابس دي كانت تطرز بنقط ونقط؟ اقول له بالذهب وبالايه وبالفضه. عرفتوا طبيعه الاسئله اللي في هنا؟ طب ارجع تاني للنقطه اللي فاتت ما ننساهاش. لو جه قال لك سؤال صح وغلط، لا تختلف، اختلف الاساس من منزل الى منزل؟ اقول له ايوه اختلف الاساس من منزل لمنزل. طب لو حول السؤال لبما تفسر، ليه اختلف الاساس من منزل لمنزل؟ اقول له حسب ظروف المعيشه. طب ايه اللي نتج من حسب ظروف المعيشه؟ هقول له اختلاف الاساس من منزل لمنزل. فهمنا الحته بتدور ازاي؟ طيب برضو نفس الكلام، زي ما اتكلمت على الاساس والملبس وادواتهم، هتكلم على حاجه اسمها الايه الزينه. زمان المصري القديم كان بيتزين بايه؟ بالعقد، كانوا بيلبسوا العقود، الاساور، وعلى فكره كانت الرجاله والستات بيلبسوا اساور، العطور، الخواتم،
الكحل كانوا دايما حتى الرجال زي الستات كانوا بيعملوا كحل في عينيهم، بيكحلوا عينيهم، ودي المكحله اللي هي في الرسمه الاولانيه اللي قدامكم ديت، هي ديت المكحله. وبعد كده ديت برضو قلادات كانوا بيحطوها على شكل غوايش وعقود بيلبسوها، وده برضو الحلي بتاعهم، التاج اللي هم كانوا بيلبسوه او الحلي اللي هم كانوا. يبقى اذا ادوات الزينه كانت العقود والاساور والعطور والخواتم والكحل. طيب مستر، هو كان في عندهم الناس دي عادات وتقاليد؟ اكيد طبعا كان عندهم عادات وتقاليد. مثلا الطعام واداب الزياره، العلاقه الزوجيه بين الزوج والزوجه. تعال نمسك واحده واحده. نمسك اول حاجه العلاقات العادات والتقاليد. الطعام مثلا كان بيتناول المصري القديم الاكل بتاعه على حاجه اسمها الموائد المنخفضه. اولا حصائر، يعني كان يقعد على حصيره. عارفين طبعا في الجامع الحصيره اللي كانت بتتفرش على الارض ديت، كان يقعد الاول على الحصيره وياكل، يحط مائده منخفضه اللي هي تشبه الطبليه عندنا دلوقتي. ثم بدا يفكر في حاجه اسمها الموائد المرتفعه اللي هي الترابيزات العاليه شويه. وكانوا يتناولون 3 وجبات زي احنا كده برضو دلوقتي، ويقومون بغسل ايديهم بعد تناول الطعام زينا بالظبط. يبقى العادات والتقاليد بتاعتهم في الاكل تشبه العادات بتاعتنا لغايه دلوقتي، اللي هو الاول كانت على حصيره، بعد كده على موائد منخفضه، بعد كده على موائد مرتفعه اللي هي ترابيزه السفره دلوقتي. وكان يتناول كم وجبه؟ اقول له 3 وجبات. وكان يغسل ايده قبل تناول الطعام وبعدها. طب اداب الزياره، لا يدخل البيوت الا بعد ان يؤذن له. اداب الزياره ما كانش يقدر يخش بيت الا بعد ما يأذنوا له، يعني لازم ياخد اذن صاحب البيت الاول ويخبط على البيت، ما يخشش البيت الا لما يديله اذن. لو رب الاسره مش موجود ما يخشش البيت. ده اداب الزياره. طب هل العلاقات الزوجيه يعتني الاب بالاسره ويحرص على اسعاد زوجته زي دلوقتي بالظبط كده، ويساعد زوجته في المنزل، ويعامل زوجته بالرفق والحنان، نفس دلوقتي برضو بالظبط كده. يبقى العلاقات الزوجية ان هو بيعتني بالأسرة كويس جدا، يحرص على إسعاد زوجته، دي حاجة تانية. يساعد زوجته في المنزل زي ما بابا كده بيساعد ماما في المنزل، ويعامل زوجته برفق وحنية زي ما بابا كده برضو بيعامل ماما برفق وحنية. الجزء اللي بعد كده عندنا هنتكلم طبعا على حاجة اسمها وسائل الترفيه. هل قدماء المصريين عرفوا وسائل الترفيه؟ طبعا قدماء المصريين عرفوا وسائل الترفيه، وكان عندهم ألعاب رياضية، والألعاب دي طبعا كان بيوجدها الرجال وكانوا بيجدها برضو النساء. على سبيل المثال مثلا وسائل الترفيه عندهم حاجة اسمها رياضة الصيد، ان هم بيصطادوا، رياضة الصيد. وعندهم كمان حاجة اسمها صيد بقى اللي بيصطادوه، اللي هو سواء السمان، البط، الغزال، كل دي حاجات كانوا بيستضيفوها. ومننساش صيد السمك، بس كان نوعين، في ناس بتصطاد عشان ياكل، وفي ناس كانت بتحب تطلع تمارس حرفة الصيد ديت، و يعني ان هو يمارسها كرياضة يعني. وكان يستخدم في الصيد ده حاجة اسمها عصا الرماية، عصاية كده ليها سن بيصطاد بيها، وحاجة اسمها الصنارة، وحاجة اسمها الحربة، وحاجة اسمها الشباك. واحنا عارفين الشباك كلها اللي هي الشبكة يعني. طب الالعاب الرياضية كان في العاب للرجال والعاب للنساء والعاب للاطفال. مثلا الرجال لعبة التصويب، ان احنا عارفينها طبعا، ان هو يجيب قطعة من الخشب كده وحاجة زي سهم صغير كده ويصوب عليها. حاجة اسمها المبارزة اللي هي مبارزة السيوف. رفع الاثقال، ان هو يشيل حديد. لعبة الشطرنج، التحطيب، ان هم خشبتين، واحد بيبقى 2 ماسكين خشب ويحطبوا مع بعض. النساء قصف الكورة، ان هم يحدفوا الكورة لبعضهم. الاطفال العصا والطوق، ان هو تحط عصا كده على وسطهم الاطفال ويلفوا بيها، او اخفاء الوجه ان هي زي استغماية حاليا ويلفوا حوالين بعضهم. ارجع تاني للكلام اللي انا قلته. يبقى وسائل التسلية، هل عرف قدماء المصريين وسائل التسلية؟ اقول له طبعا عرفوها. على سبيل المثال في رياضة الصيد. طب كانوا بيصطادوا زمان يا مستر؟ كانوا بيصطادوا نقط ونقط ونقط. تروح انت قايل لي السمان، البط، الغزال، السمك. طب اقول لك سؤال، ما هي ادوات الصيد يا مستر؟
هتقول لي انت الاجابة عصا الرملة والصنارة والحربة والشباك. طب الالعاب الرياضية، هل اختلفت الالعاب الرياضية؟ اقول له اختلفت، كان للرجال والنساء والاطفال. طب الاكمل الفراغات، الاطفال كانوا بيلعبوا بايه؟ اقول له العصا والطوق واخفاء الوجه. طب الرجال لعبة التصويب ماشي، والمبارزة، رفع الاثقال، الشطرنج، التحطيم. طب هل النساء كان ليهم العاب؟ اقول له قصف الكرة. طب هل عرف قدماء المصريين يا مستر الموسيقى والغنى زي دلوقتي كده، الغنى والموسيقى؟ عرفوا طبعا الموسيقى، وعرفوا حاجة اسمها في الموسيقى حاجة اسمها المزمار، وعرفوا حاجة اسمها الطبول معايا يعني. والموسيقى هناك على فكرة كانت نوعين برضو زي دلوقتي، فردي يعني ممكن واحد يغني لوحده، او جماعي مجموعة من الناس تغني مع بعض. وكان منها انواع، في غناء ديني للدين بس، في غناء شعبي، في غناء وطني زي دلوقتي، في اغاني شعبية واغاني وطنية واغاني دينية، نفس الكلام. يبقى ارجع تاني للموسيقى والغنى. هل عرفوا الموسيقى؟ دلل على ذلك الدليل وجود المزمار والطبول. طب هل تنوعت الموسيقى؟ في فردي وفي جماعي، وكان منها ديني وشعبي ووطني. هل كان ليهم عداء الاعياد واحتفالات؟ طبعا قدماء المصريين وما زلنا بنحتفل بكثير من الاعياد بتاعتهم، منها الاعياد زي ما انت شايف، في اعياد اجتماعية، في اعياد دينية، في اعياد سياسية، في اعياد عسكرية، في اعياد اقتصادية. على سبيل المثال الاجتماعية زي عيد رأس السنة، عيد الربيع اللي هو رأس السنة معايا. في اعياد دينية اللي هو عيد الاله امون والاله اوزوريس. الاله امون ده كان من ضمن الالهة اللي هو اله الدولة الحديثة، وهو كان بيرمز له بالشمس، ده كان من الاعياد الدينية، بيعملوا له حفلة. عيد اوزوريس، وعارفين طبعا اله اوزوريس هو اله الموت، لان فاكرين انتوا طبعا كنا خدنا ان مصر بتنقسم ل 42 اقليم، ولكل اقليم كان اله، مين كبير الالهة او اله الموت؟ كان اوزوريس، بيعملوا له عيد. الاعياد السياسية، عيد جلوس الفرعون على العرش، اليوم اللي بيتولى فيه الفرعون، لان الفرعون طبعا انتوا فاكرين في الترم الاولاني ان هو ابن الاله على الارض ويجب تقديسه، فبالتالي كان في عيد جلوس الفرعون على العرش، ده بيعتبروه عيد. في عسكرية اللي هو عيد النصر، عسكرية اللي هو عيد النصر، اللي هم يخرجوا بجيش ويرجع منتصر، بيعملوا اليوم ده عيد عندهم، زي عندنا احنا 6 اكتوبر والاحتفال بيها كده. في اعياد اقتصادية زي عيد الحصاد، الحصاد اللي هم بيجمعوا فيه المحصول، عيد الفيضان، عيد البذر اللي هو بيحطوا فيه البذرة في الارض. يبقى هل تنوعت الاعياد عند قدماء المصريين؟ الاجابة تبقى صح ولا غلط؟ صح. هقول له كم عيد؟ 5: اجتماعي، ديني، سياسي، عسكري، اقتصادي. طب يجي يغير شكل السؤال ويسألك يقول لك ايه؟ عيد الربيع اعياد نقط، يبقى اجتماعية. طب لو قال لك الفيضان يبقى لازم اقول له اقتصادية. طب لو قال لك عيد النصر يبقى عسكري. طب عيد جلوس الفرعون على العرش يبقى سياسي. طب مثلا الاله امون او الاله اوزوريس، او يبقى ده عيد ايه؟ ديني. اتمنى طبعا ان انتوا تكونوا فهمتوا اول درس عندنا، وهو جولة في مصر القديمة. اتعرفنا على العادات والتقاليد، عرفنا ان المجتمع بيتكون من طبقات، عرفنا 4 طبقات للمجتمع، عرفنا ان هناك وسائل ترفيه، عرفنا كمان ان هناك وسائل الترفيه وعرفناها، في عندهم موسيقى وعندهم اعياد وعندهم احتفالات وعندهم مساكن، والمساكن كانت متنوعة، في مساكن فقراء ومساكن اغنياء وفي مساكن الفرعون، والملابس بتاعتهم كانت بتصنع من ايه، والاغنياء كانوا بيلبسوا ايه. كل ده طبعا اتعرفنا عليه من خلال الشرح. الى اللقاء في الحصة القادمة.